السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استدعى الناخب الوطني محمد وهبي لائحة من اللاعبين النجوم لخوض كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة. سنتحدث الآن عن التشكيلة المتوقعة لخوض هذه المنافسات. التشكيلة المرعبة للمنتخب لأقل من 20 سنة: في حراسة المرمى ياسين بن شاوش، حارس نادي موناكو الفرنسي، حارس قادم بقوة بإذن الله. وفي الدفاع المختاري لاعب شغل البلجيكي، لاعب يتألق وفق تفاريقه البلجيكي في الآن. وبجانبه هناك اللاعب الشاب الصاعد حميد آج بودلال. اللاعب كان من أكاديمية محمد السادس، انتقل إلى نادي نيس الفرنسي غين الفرنسي، ومن نادي غين الفرنسي أعير لنادي أوميان الفرنسي، وهو لاعب قادم بقوة بحول الله. لاعب سيعود إلى ناديه غين الفرنسي في الصيف بإذن الله. لاعب أظن أنه سيتلقى عدة عقود كبيرة في القادم. وفي الظهير الأيسر نلاحظ الزرهوني لاعب نادي اتحاد تواغا المغربي، لاعب يقدم مستويات طيبة رفقة ناديه المغربي في الآونة الأخيرة. لقد حظي بفرصة للعب في الدوري المغربي الدرجة الأولى مؤخرا. أظن أنه سيتألق وفق فريقه ومنتخب المغرب. وفي الظهير الأيمن نلاحظ الظهير القوي لنادي باريس سان جيرمان نوفل الحناش، الظهير الأيمن الذي يتلقى دعوة وفق لويس إنريكي لحضور المباريات. لاعب قادم بقوة بحول الله في المستقبل لينشط وفق الفريق الأول لباريس سان جيرمان. وفي وسط الميدان الدفاعي العلاوي لاعب الفتح الرباطي، لاعب تألق في تصفيات الكأس إفريقيا، ولاعب لديه عدة عروض أوروبية أبرزها نادي نيس الفرنسي، اللاعب الذي ستكون كل الأعين عليه. وننتقل إلى خط الوسط الهجومي. سنلاحظ استدعاء اللاعب الجديد الوافد الجديد، لاعب نادي آياكس أمستردام الهولندي، لاعب الذي تألق في كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، عبد الله وزان، اللاعب الذي سيحضر ويظهر بقوة بعد موافقة نادي آياكس أمستردام على حضوره كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة. اللاعب المتألق في الفترة الأخيرة، واللاعب الذي لا يرفض التجديد لناديه آياكس أمستردام لأن لديه عروض كبيرة من عدة فرق أوروبية كبيرة جدا. لاعب قوي بدنيا، متألق في التمريرات، متألق في الأهداف، لاعب متفوق في كل شيء، اللاعب الذي تنتظره حياة كروية كبيرة. اللاعب المتوج بأفضل لاعب في كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة. وكوسط ميدان هجومي هناك لاعب فينيزيا الإيطالي الحداد، سعد الحداد المتألق وفق تراديف فينيزيا الإيطالي، والذي يلعب عدة دقائق وفق فريقه الأول كلاعب واعد ولاعب ذو مهارات كبيرة وتقنية كبيرة. اللاعب المتألق في تصفيات كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة وحائز على أفضل ممرر بها. اللاعب تحت أنظار نادي مارسيليا الفرنسي ونيس الفرنسي PSV ايندهوفن الهولندي، اللاعب الذي تنتظره مباريات قوية جدا. وفي الجناح الأيسر اللاعب أفضل لاعب في تصفيات كأس أفريقيا للأمم تحت 20 سنة معاذ الضحاك، لاعب اتحاد التواغا المغربي، اللاعب الذي لديه عروض كبيرة من عدة فرق أوروبية أبرزها نادي غين الفرنسي ومارسيليا الفرنسي ونابولي الإيطالي، اللاعب الذي ستكون جميع الأنظار عليه في هذه التظاهرة الكروية إن شاء الله، اللاعب الذي من المنتظر منه أن يتألق وستكون أعين عدة كشافين عليه في هذه التظاهرة الكروية، اللاعب الذي ستفرط فيه اتحاد تواغا بمبلغ مالي محترم إن شاء الله. وفي الجناح الأيمن لاعب نادي فريق مونبولييه الفرنسي الأول مع اللاعب المتألق وفق فريقه النادي الفرنسي والذي يلعب بالفريق الأول كمحترف متألق مع
من أفضل اللاعبين المهاريين في التظاهرة، اللاعب الذي سيكون قوي ويعطي إضافة قوية للمنتخب المغرب، المنتخب الذي تنتظر منه الجماهير المغربية كل شيء في هذه التظاهرة لخطف كأس أفريقيا من مصر وفي مصر إن شاء الله وبحول الله. مع الذي رفض تمثيل المنتخب الفرنسي لأجل المغرب التي لديه عدة عروض قوية من أبرز الفرق الإنجليزية والألمانية. وفي رأس الحربة لاعب أكاديمية محمد السادس المنتقل في هذا العام الأخير إلى النادي ولورينس البرتغالي، لاعب ياسير الزبيري اللاعب المتألق رفقة فريقه البرتغالي المحتل الدرجة الرابعة بالترتيب الدوري البرتغالي الدرجة الأولى. اللاعب الزبيري من اللاعبين المتألقين القادمين بالقوة في هجوم المنتخب المغربي وفي هجوم العالم إن شاء الله. الزبيري كان لديه عرض من مارسيليا الفرنسي لكنه رفض من أجل الانتقال إلى النادي البرتغالي ليتطور أكثر ويصبح أكثر فتكا لكرة القدم. وفي الأخير ندعوكم للاشتراك وإعمال لايك وبارتاج وشكرا. ننتظر منكم الدعم للاستمرار والاستمرار والاستمرار. اللي عجبو الفيديو إن شاء الله يبارطاجي ويدير إعجاب ويشترك في القناة، الدعم ديالكم هو كل شيء إن شاء الله.